مني كتير جدا ان انا اعمل فيديو لطريقه شحن عن طريق باينانس، خاصه ان الريدوت باي في الفتره الاخيره لغت خاصيه الباينانس باي. بس ما تقلقش، انت لحد النهارده تقدر تشحن ريدوت باي عن طريق باينانس بطريقه انا هقول لك عليها، لكن ركز معايا كويس قوي في كل كلمه، عشان حرفيا لو غلطت في اي حاجه من اللي انا بقولها لك فلوسك هتروح عليك ومش هترجع. مبدئيا كده انا فتحت تطبيق الريدوت باي، وطبعا اللي مش عارف التطبيق ده انا شرحته في فيديوهات كتير جدا. بيديك فيزا وبونص $5 تقدر تتعامل بيه دوليا على 90% من المواقع. بتضغط هنا على ديبوزيت، وبعد كده هنا ظاهر لك العملات المدعومه في التطبيق. اياك تشحن اليو اس دي اللي هي تحت خالص، دي ابعد عنها. عندك هنا الايثيريوم او البيتكوين او اليو اس دي سي او اليو اس دي تي. الاغلبيه بيحبوا يشحنوا اليو اس دي تي، ودي فعلا اللي انا هجرب عليها الفيديو دلوقتي. فاضغط هنا على اليو اس دي تي. بعد كده هنا بيقول لي ايه الشبكه اللي انت عايز تشحن بيها، يا اما الايثيريوم يا اما الترون يا اما البي ان بي. كل عمله رقميه ليها شبكه تقدر تشحن من خلالها، وهي دي النقطه المهمه. اوعى تغلط في الشبكه عشان فلوسك ما تروحش. انا هنا هختار شبكه البي ان بي، دي بالنسبه لي افضل واحده، اللي هي البيب 20. يقول لك هنا اقل مبلغ للايداع هو 1 يو اس دي تي، وديبوزيت ارايفل 20 كونفirmation، دي اللي هي بتبقى الموافقات من خلال شبكه الكريبتو نفسها. هختار هنا البي ان بي. من فضلك خد العنوان ده وانقله بقى للمكان اللي انت عايز تسحب من خلاله. خلي بالك لازم تنقل العنوان بالظبط. وتسهيلا عليك اضغط هنا على زرار الكوبي بحيث العنوان يتنقل زي ما هو. ودلوقتي انا دخلت على تطبيق باينانس عشان اسحب منه الفلوس. وتطبيق باينانس ده يعتبر من اقوى تطبيقات العملات الرقميه في العالم، وفيه خواص كتير جدا. لو عايزيني اشرحه بالتفصيل واعمل له سلسله، اكتب لي كومنت وقول لي ان انت عايز سلسله فيديوهات عن باينانس. فانا دلوقتي معايا 25.71 سنت من اليو اس دي تي. هضغط عليها هنا عندي كذا خيار، الديبوزيت والويزدرول وترانسفير. فانا دلوقتي هختار على ويزدرول لاني عايز اسحب. فبيقول لي انت عايز تسحب عن طريق الايميل ولا عن طريق الكريبتو نتورك، فاختار هنا الكريبتو نتورك. بعد كده هنا بيقول لي الادريس، العنوان اللي انا لسه عامل له نسخ في تطبيق ريدوت باي لازم انقله هنا. فبضغط ضغطه تقيله هنا عشان تظهر لي اللصق او البيست. هضغط عليها كده العنوان اتنسخ بدون اي مشاكل. اهم حاجه بقى الخيار الثاني، تختار هنا من نتورك. عندك البي ان بي والايثيريوم والبوليجون وكذا حاجه، لازم تختار البي ان بي زي ما اخترتها في الريدوت باي عشان توصل بالظبط وما يحصلش اي غلطات. هنا بيقول لك ان الرسوم حوالي 33 سنت من اليو اس دي تي، وبيوصل في خلال 4 دقايق. فاختار هنا البي ان بي. وبعد كده هنا بيقول لي عايز تسحب قد ايه، فاضغط هنا على الماكس، او لو عايز تحدد الرقم براحتك. انا هنا عايز اسحب كل المبلغ. بيقول لي هنا الفلوس اللي هتوصل لك بعد العموله اللي هي 33 سنت 12 يو اس دي تي و2 سنت تقريبا وشويه كسور كده. فتمام، هوافق واضغط هنا على ويزدرو. هنا كل البيانات مظبوطه. بضغط هنا على كونفيرم. زي ما انتم شايفين بيقول لي ان هو بعت لي كود على الايميل اللي مربوط بيه باينانس عشان يتاكد كعمليه توثيق وتاكيد ان انت صاحب الحساب. بعد كده دلوقتي انا فتحت الايميل، فعلا وصل لي الاو تي بي، هنقله كده زي ما هو. هنا بيقول لي الويزدرول بروسيسنج. دلوقتي بقى انا رجعت على تطبيق ريدوت باي كده وهشوف الفلوس هتوصل في خلال قد ايه. دلوقتي 1:10 بالليل. زي ما انتم شايفين انا تقريبا استنيت 3 دقايق، لقيت في تطبيق باينانس مكتوب كريبتو ويزدرو المبلغ، ومكتوب جنبه كلمه كومبليت، وتحته اهو بالوقت والتاريخ. وبالفعل اول ما دخلت على تطبيق ريدوت باي اهو في المعاملات واصله ديبوزيت 12 يو اس دي تي و2 سنت وشويه كسور. وبالفعل كده المبلغ وصل في اقل من 4 دقايق زي ما تطبيق باينانس كتب. وبالتالي كده المعامله بسيطه جدا، تمت في ثواني بسيطه، ودي الطريقه بمنتهى البساطه. يعني موضوع باينانس باي ما بقاش ازمه كبيره. ما تنسوش بقى تقولوا لي لو عايزين سلسله باينانس ولا لا في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.